مباراة دراماتيكية حبست قلوب الملايين من عشاقها الساحرة المستديرة. بلغ نادي إنتر ميلان الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2025 بعد تفوقه على برشلونة الإسباني في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب جيبي مياتزا بالعاصمة الإيطالية ميلان بنتيجة 4-3. ويعود الفضل في هذا التأهل إلى حارسه السويسري يان سومر ومسجل الهدف الرابع تروساني 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 ليثبت إنتر أن كرة القدم الحديثة أصبحت لا تعتمد على ما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا على ما يقال في البلاطوهات ولا أرقام ولا سيطرة، بل أصبحت تعتمد على الواقعية والجد والاجتهاد والإصرار الذي شاهدناه من خلال المباراة. بالنسبة لنادي إنتر فيما يخص نادي برشلونة قدم مباراة كبيرة. لولا الحارس يان سومر لكان نادي إنتر ميلان قد خسر المباراة بنتيجة ثقيلة، حيث شهدنا أن كل التسديدات التي سددها لامين يامال صدها يان سومر. نهائي دوري أبطال أوروبا خسر برشلونة، وبرشلونة خسر النهائي لأن برشلونة هذا الموسم متعة كروي ويمتلك فريق قوي جدا، وهذا لا يختلف فيه اثنان. وفي الأخير أدعوكم لتوقع نتيجة مباراة اليوم بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي التي سيحتضنها ملعب البارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس. تقبلوا تحياتي، كان معكم سيد محمد الإسلام.